السلام عليكم، كنتمنى تكونوا على خير وانتم كتسمعوني، ومرحبا بكم في حلقة جديدة وقصة جديدة. إلا قلت لكم الإيطالي غالبا كيجي في بالكم العمود، الطبخ، الفن. ولكن اليوم غادي نعاود لكم على واحد الجريمة وقعت في مدينة بيروجيا الإيطالية. الضحية كانت فتاة العمر ديالها 20 عام، والأصل ديالها من بريطانيا. فبلا ما نطول عليكم كتر، خلينا نبداو. نهار 31 أكتوبر 2007، البوليس غادي يجيهم واحد الاتصال من جوج ديال الأشخاص، بنت وولد. البنت سمية ديالها أماندا والولد رافائيل. غادي يتصلوا باش يبلغوا على الاختفاء ديال الصديقة ديالهم اللي كان الاسم ديالها ميريديت. في لابيل أماندا غادي تقول للبوليس باللي هي وميريديت ساكنين في نفس لابارتمون، كل وحدة ولا شومبر ديالها. أماندا غادي تقول للبوليس بلي الليلة ديال 31 أكتوبر هي ما كانتش في الدار، كانت مع غافاييل. وفاش رجعت لقات الباب ديال لابارتمون محلول ودي تراس ديال الدم مشتتين في الدار كاملة. دخلات للدار، خدات داكشي اللي كان خاصها، ومن بعد خرجات بلا ما ترد البال حتى شي حاجة. ولكن ملي تلاقت بغافاييل وعاودت ليه على الحالة اللي كاينة في الدار، غادي نصحها انها تعيط لميريديت وتشوف واش هي على خير. ميريديت ما غاديش تكون كتجاوب على الاتصالات ديالهم، وداكشي علاش غادي يقرروا بجوج يعيطوا للشرطة. الشرطة من بعد الاتصال ديالهم فطبيعي انها غادي تمشي للعنوان ديال الدار. ولكن قبل خليني نعرفكم كتر على شكون هما أماندا ورافائيل. أماندا كانت واحد البنت الأصل ديالها من أمريكا، جات لإيطالي كإكستشينج ستودنت باش تقرا واحد السيمستر في إيطالي في بيروجيا. الأسرة ديالها كانت أسرة متوسطة، وأماندا كانت كتخدم في بيروجيا باش تقدر تقرا وتصرف على راسها في نفس الوقت. هي من الناس اللي عزيز عليهم المغامرات، عزيز عليهم يجربوا حاجات جديدة، إنسانة اللي شوية متسرعة وما كتفكرش بزاف في العواقب. فاش كتجيها شي فكرة هي كتبغي ديرها بلا ما تفكر بزاف واش صالحة ليها أو لا. فهي كانت كتبغي تخرج وتسهر، وهادشي كان معروف على أماندا من المحيط ديالها. الشخصية الثانية في القصة ديالنا غافاييل، كان الأصل ديالو من إيطاليا، كان حتى هو في العشرينات من العمر ديالو، حتى هو كان كيقرا في الجامعة، وكان إنسان اللي كيتعاطى المخدرات. أماندا ورافائيل كانوا تعرفوا على بعضياتهم في واحد الحفلة، وفاش غادي يتصلوا بالبوليس فغادي يكونوا يلاه 7 أيام باش عرفوا بعضياتهم. يعني العلاقة ديالهم باقا جديدة وباقي ما كيعرفوش بعضياتهم مزيان. من بعد ما تعرفنا على شكون عيط للبوليس شنو كيديروا في حياتهم، دابا غادي نكملوا القصه. في الشرطه ملي غادي يجيها الاتصال غادي تمشي لابارتمون. البوليس غادي يلقاو الباب مسدود بحكم ان اماندا ملي خرجت من الدار سدات الباب. المهم ملي البوليس غادي يدخلوا للدار غادي يمشيو يشوفوا الغرفه ديال ميريديت، وهنا غادي يلقاوها مسدوده بالساروت. الدار كان فيها بزاف ديال الاثار ديال الدم. الدم ما كانش بكميات كبيره، ولكن كان في بزاف ديال البلايص في الحمام في الكوزينه. المهم البوليس غادي يحلوا الباب، وهنا غادي تكون الصدمه. مع الاسف غادي يلقاو ميريديت مقتوله ومغطيه بواحد لاكويت. مسرح الجريمه كيبان باللي كان العنف بزاف. ميريديت من الجثه ديالها كتبان باللي تعرضات للاعتداء وباللي كانت مقاومه من جهتها باش تدافع على راسها. ولكن مع الاسف فاش غادي يديروا لها لوطوبسي غادي يلقاو بلي تعرضات ل 42 طعنة. فهنا الشرطة غادي تقرر أنها تسد الدار وتمنع أن شي حد يدخل ليها لأنها هي مسرح الجريمة، وغادي يبداو يديروا المعاينة الأولية ديالهم، يقلبوا على أدلة ADN، أدوات ممكن يكونوا تستعملوا في الجريمة، أثر ديال شي حاجة اللي يكون نساها المجرم. وفعلا غادي يلقاو واحد الأثر ديال صباط فوق واحد الطابي. وطبيعة الحال الشرطة غادي تعلم الأسرة ديال ميريديت اللي غادي يجيو من بريطانيا باش يشوفوا بنتهم ويستلموا الجثة ديالها. المهم التحقيقات غادي تبدا والقضية غادي تولي قضية رأي عام. خليني نعرفكم كتر على ميريديت. ميريديت كيف قلت لكم الأصل ديالها من بريطانيا، كانت واحد البنت اللي معروف عليها الهدوء، كتبغي الحياة، كتبغي تتعرف على ناس جداد وعلى ثقافات جديدة. وداكشي علاش اختارت انها تجي تقرا في ايطاليا. واخا كانت بعيدة على العائلة ديالها فهي دائما كانت كتعيط ليهم، كتعاود ليهم على النهار ديالها كيف داز.
الحياة ديالها كانت عادية ما بين الجامعة الدار والخدمة، حيت ميريديت حتى هي كانت خدامة جوب اتوديون، كانت خدامة في واحد المقهى كان عادلة. فلا صحابها لا العائلة ديالها غادي يأكدوا للشرطة بلي ميريديت ما عندها حتى شي مشكل مع شي واحد اللي غادي يخليه يفكر يقتلها. أول واحد غادي يحققوا معاه البوليس هما أماندا، بحكم أنها أول واحد جا لمسرح الجريمة وبحكم أنها هي اللي ساكنة مع ميريديت. فالبوليس غادي تجيهم غريبة أن أماندا جات للدار وشافت دي طاش ديال الدم، وخا هكداك تصرفات عادي، خدات شنو بغات وخرجات بلا ما تبلغ يعني الشرطة، حتى مشات عند غافايل وعاودت ليه وهو اللي نصحها باش يعيطوا بجوجهم للبوليس. داكشي علاش الشرطة غادي تاخد الوقت معاها في التحقيق، غادي تسولها فين كانت بالضبط هداك النهار، مع من كانت وعلى العلاقة ديالها بميريديت. وفعلا غادي يتأكدوا من الأقوال ديالها وغادي يلقاوها باللي كانت خارجة وبلي ما كانش الوقت اللي وقعت فيه الجريمة في الدار. رافائيل حتى هو غادي يحققوا معاه الشرطة وغادي يقول لهم نفس الهضرة اللي قالت لهم أماندا، يعني كانوا خارجين بجوج وكانوا بعاد على مسرح الجريمة، ولكن واخا تأكدوا من صحة ديال الأقوال ديالهم فكانوا أدلة ضدهم. الشرطة غادي تقرر أنها دير بحث في الدار ديال غافايل وغادي يلقاو واحد السلاح الابيض اللي كان كبير. فالشرطه غادي تشك بحكم ان ميريديت قتلت حتى هي بواحد السلاح الابيض كبير، فخداو هذاك السلاح باش يشوفوه واش هو اللي تستعمل يعني كأداة في الجريمه. فالضربات اللي كانوا في لو كور ديال ميريديت ما كيبينوش باللي هذاك السلاح هو اللي تستعمل في الجريمه، ولكن الحاجه اللي كانت غريبه هي انه لقاو فيه اثار ديال لادين ديال ميريديت ديال أماندا وحتى ديال غافايل. فهنا ما فهموش علاش هداك السلاح الابيض كان عند رافائيل في الدار. أماندا غادي تشرح ليهم بلي عادي انه يكون الADN ديالها بحكم انها هي وميريديت فهم ساكنين في نفس الدار وكيستعملوا يعني نفس المطبخ، ولكن واخا هكذا الشرطه بقاو عندها شكوك، ما فهمتش علاش هداك السلاح كان بالضبط في دار رافائيل. الحاجة الثانية واللي كانت غريبة هي التصرفات ديال أماندا، بحكم أن القضية ولات قضية كبيرة وقضية رأي عام، فالصحافة كان دائما كتصور أماندا وبالضبط يومين من بعد ما بلغت على الجريمة فهما غادي يصوروها مع رافائيل كانوا في واحد لو مول كيشريو الحوايج، وكانت كتصرف عادي كتضحك بحال الا حتى شي حاجه ما واقعه، بحال الا ما مقلقاش او ما حساش يعني بالحزن حيت صاحبتها اولا يعني الكوليك ديالها اللي كانت ساكنه معاها يعني تعرضت لواحد الجريمه وتقتلات. وهادشي غادي يخلي الرأي العام يبدا يهدر في أماندا بزاف ويشك بلي هي عندها علاقة بالجريمة. فحيت لقى هداك السلاح الأبيض عند غافايل، هنا المدعي العام غادي يطالب باش أماندا وغافايل ما يبقاوش متابعين في حالة سراح، ولكن تولي المتابعة ديالهم في حالة اعتقال. في مسرح الجريمة غادي يلقاو الADN ديال شخص آخر، كانت السمية ديالو غيدي وهو كان الأصل ديالو من لاكوت ديفوار، كان كبر في ليطالي لأنه الأب ديالو كان جا مهاجر ومن بعد كان جاب ولدو. الحياة ديالو ما كانش فيها الاستقرار بحكم أنه فاش كان مازال مراهق الأب ديالو غادي يرجع لاكوت ديفوار، وهنا رودي غادي يبقى بوحدو بلا عائلة في ليطالي، غادي يبقى كينتقل ما بين العائلات يعني اللي كيتبناوه، وفي القرايه ما غاديش يكون كيقرا مزيان. فاش غادي يكون مراهق غادي يكون معروف عليه في الحي بلي كيعرف يلعب مزيان الباسكتبول، ولكن ما غاديش يكمل، وغادي يكون ديجا معروف عند الشرطه لانه فايد داير جرائم ديال السرقه. فهو ما كانش خدام وكان معروف كيكون بزاف مع الطلبه، كيخرج مع الطلبه وخا هو كان ما كيقراش وما كانش عنده واحد الحياه يعني فيها استقرار. مرة كيخدم ولكن غالبا فهو كان كيكون في الشارع. هو ما غاديش تكون عنده واحد العلاقة شخصية بميريديت، ما غاديش يكونوا كيعرفوا بعضياتهم. عقلتو قلت لكم الشرطة في مسرح الجريمة لقاو الأثر ديال واحد العطخاس ديال الرجل، ففاش غادي يقارنوا هاد العطخاس بالعطخاس ديال الرجل ديال رودي غادي يلقاو يعني بلي راهم متطابقين، وهذا هو الدليل اللي غادي يكون ضده. ولكن واخا هكذاك رودي في الاول غادي يبقى ينكر، غادي يقول بلي هو دخل فعلا للدار حيت كان دايز من الحي وفكر انه يسرق الدار،
ولكن ماشي هو اللي قتل ميريديت، وغادي يبدا يتساهم من بعد أماندا، غادي يقول لهم بلي شافها هي كتقتل ميريديت. ففي المحكمة غادي تبقى المواجهة بيناتهم بزاف ديال الجلسات، لأنه البوليس في الأول غادي يكونوا مقتنعين بلي أماندا عندها علاقة في القصة، هي ورافائيل، لأنه حتى رافائيل غادي يلقاو الأثر ديال الADN ديالو في مسرح الجريمة. وهذه حاجة غريبة لأنه هو ما عنده حتى شي علاقة بهديك الدار وما كانش ساكن معاهم. أماندا ورافائيل غادي يبقاو معتبرينهم بلي هما المتهمين الرئيسيين في هاد القضية، وغادي يحكموا عليهم في الأول ب30 عام. بجوج بيهم غادي يتصدموا من الحكم لأنهم كانوا مقتنعين بلي راهم أبرياء وما عندهم حتى شي علاقة بهاد الجريمة. والعائلات ديالهم حتى هما غادي يبداو يهضروا في الإعلام لأنهم غادي يعتبروا بلي هاد الحكم كان قاصح وبلي هما أبرياء وتحكم عليهم ب30 عام غير حيت القضية ولات قضية رأي عام، والبوليس ما بغوش يعترفوا بلي لونكيت بداوها بخطأ وتهموا الناس الخطأ. فواخا لقاو الأثر ديال ADN ديال رودي اللي بالنسبة للعائلات هو المجرم الحقيقي، بقاو كيتهموا أماندا ورافائيل غير باش ما يبينوش للرأي العام بلي هما غلطوا، وفي الأول اعتقلوا ناس أبرياء ما عندهمش علاقة بالجريمة. الحاجة اللي خلات البوليس يتهموا أماندا هي أنها كانت قالت لهم بلي شافت الجيران ديال القهوة اللي كانت خدامة فيها ميريديت كيدفعها وما متأكداش من شنو شافت. ولكن فاش غادي يحققوا مع هذاك الرجل وغادي يتأكدوا من الجدول ديال النهار ديالو، غادي يلقاو بلي ما عنده حتى شي اثر بالجريمه وما كانش في مسرح الجريمه وما كان حتى شي دليل ضده. وهذه واحد الحاجه اللي غادي تلعب ضد اماندا لانها كيشوفوها بحال الا كتهم ناس اخرين باش تحيد عليها هي التهمه. المهم اماندا غادي تستأنف الحكم هي ورافائيل. اما روجي فهو غادي يبقى ينكر بلي عنده علاقه بالجريمه، غادي يقول دخلت للدار باش نسرق ولكن ماشي انا اللي قتلت ميريديت. والمدعي العام اللي غادي يكون مكلف بالقضية فهو غادي يكون مقتنع بلي أماندا ورافائيل هما اللي داروا الجريمة. غادي يدوزو بزاف ديال الجلسات وغادي يواجهوا روجي بهداك الأثر ديال الرجل ديالو اللي لقاو وبالADN ديالو، وفي الأخير غادي يعترف بلي هو فعلا اللي تعدى على ميريديت وقتلها. فهم اللي غادي يعترف لأنه الاعتراف هو سيد الأدلة. فهنا صافي غادي تبان البراءة ديال أماندا ورافائيل، ولكن هاد البراءة ما غادي تبان حتى غادي تكون دازت 4 سنين على السجن ديالهم. أماندا ملي غادي تخرج غادي تهدر بزاف على هادشي اللي وقع وعلى البراءة ديالها، وغادي تقول بلي الحاجة الوحيدة اللي بغات دابا من بعد ما بانت الحقيقة هي أنها ترتاح مع العائلة ديالها وتحاول تعوض هادوك 4 سنين اللي ضاعوا. أما روجي فهو غادي تحكم عليه ب16 عام في السجن. غادي يحاول أنه يتبدل، غادي يشارك في بزاف ديال الأنشطة، غادي يقرا، وبسبب حسن السلوك ديالو فغادي ينقصوا من المدة ديال السجن ديالو، ومن بعد 13 عام غادي يخرج. الصراحة هاد القضية غريبة لأنه في الأول كانوا أدلة ضد أماندا ورافائيل، من بعد بانوا أدلة جديدة ضد روجي، وخدا الوقت بزاف تحقيق والمحاكمة عاد بانت الحقيقة. والعائلة حتى ديال ميريديت فهم غادي يهضروا في الإعلام وغادي يقولوا بلي الإعلام ركز بزاف على أماندا وشاف أنها ضحية ديال واحد لونكيت اللي ما دارتش في الأول بطريقة صحيحة، ولكن ما هضروش على الضحية الحقيقية اللي كانت واحد الشابة ظريفة ما دارت حتى شي ذنب، ما عمرها ما كان عندها شي مشكل، وجا واحد الإنسان تعدى عليها وقتلها. كانت هذه هي الحلقة ديال اليوم والقصة ديال اليوم. شكرا لكم حيت بقيتو كتسمعوني حتى الاخر، وان شاء الله نتلاقاو في حلقة جديدة.